حاجات بنسمعها كل يوم كتير جدًا، وللأسف مع مرور الأيام بنبدأ نصدقها، من ضمنهم اتحجبي، أنتِ مش كفاية، ذاكري، أنتِ فاشلة، جسمِك محتاج تغيير، الحاجات اللي كل يوم بنسمعها والانتقادات اللي كل يوم بنسمعها، شعرِك وِحِش المفروض إن إحنا نغيّر من نفسنا عشان بس الانتقادات دي، عشان ما نسمعش الكلام ده من الناس. كلام الناس عمره ما هيقف، وانتقادات الناس مش هتُقف، ليه؟ لإن إحنا مهما وصلنا لإيه، انتقادات الناس هتفضل موجودة، بالعكس ده أنتِ كل ما تاخدي خطوة حلوة، هُم هيفضلوا ينتقدوكِ أكتر عشان ترجعي الخطوة الوحشة، عشان هُم مش عايزينِك تبقي أحسن منهم. إيه ده! اتحجبتِ؟ بس بتبيّني رقبتِك متبرجة. إيه ده! اختمرتِ؟ كلّها شوية وهتقلعي، trend يعني. إيه ده! اتنقّبتِ؟ ليه شيخة؟ ف كل ده كلام مش هيقف، لو عملتِ إيه مش هيقف لو إيه، بالعكس أنتِ كل ما الlevel بتاعِك يبقى أحلى كل ما هينتقدوكِ أكتر، أنتِ المفروض تتعاملي مع ده بإنِّك لأ أنا حابة شكلي كده، أنا اللي أختار، أنا ككارما أو أنتِ يعني، أنتِ اللي تختاري أنا عايزة أبقى إيه، مش هُم اللي يختاروا وترجعي تندمي على الخطوة، يعني مثلًا بنت مثلًا 60 كيلو وهي مثلًا يعني محتاجة إن هي تخس، جسمها محتاج إن هو يخس، فلمّا خسِّت إيه ده أنتِ عود اللي هي بتاعة الأسنان دي، إيه ده، ده أنتِ رفيّعة أوي، إيه ده، إيه ده، إيه ده، تخنت، يا لهوي قلبوزة جدًا، لأ لازم تخسّي، تخنتِ، خسيتِ، الاتنين هينتقدوكِ فيهم، الاتنين، ليه؟ لإن هُم عايزين يشوفوكِ وِحشة، هُم عايزين يشوفوكِ وِحشة، مش من مصلحتهم إن هُم يشوفوكِ حلوة. فجأة بنصدّق الكلام ده، وفجأة برضه بنلاقي نفسنا بنصلّح من نفسنا بطريقة غريبة ومُتعبة ومُجهدة لنفسنا، كإننا مشروع ناقصه حاجات. بس الحقيقة إنِّك مش محتاجة تبقي نسخة مثالية عشان تستحقي تحبي نفسِك، أنتِ المفروض تحبي نفسِك في أي حاجة، المفروض تعرفي كل واحد حدوده إن أنا جميلة، أنا شايفة نفسي جميلة، أنت مش من حقك تقول لي أنا جميلة والّا لأ إلا أمّا أنا أسمح لك. مش باقول لِك ما تهتميش بنفسِك، لأ بالعكس ده الاهتمام بالنفس ده أهم حاجة، اهتمي بنفسِك والعبي رياضة واعملي glow up واللي عايزة تخسي خسي، اللي عايزة تتخني، اهتمي بشعرِك وبشرتِك وجسمِك وكل ده، ودي أهم حاجة وده اللي أنا باتكلم عنه على طول، بس عشان أنتِ شايفة إنِّك واو وعايزة تبقي واو، 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 مش عشان أنتِ شايفة مش كفاية وعايزة تبقي واو، لأ أنتِ واو في كل حالاتِك بس عايزة تبقي أحسن، أحسن نسخة منِّك، لكن أنتِ تحفة في كل حالاتِك. عشان كده ما تحسسيش الشخص اللي قدامِك إن أنتِ قليلة، يعني لو قالت لِك أو قال لِك شعرِك حلو أوي، بجد ده أنا حاسة شعري وِحِش، لأ مش عارفة بس بجد باحس إن شعري وِحِش، ما تقلليش من نفسِك، ما تحسسيش الشخص اللي قدامِك إن هو شايفِك يعني أنتِ بقى شايفة نفسِك قليلة، ما بالِك هو هيشوفِك إيه يعني، طالما هي شايفة نفسها قليلة يبقى هي مش يعني خلاص بقى يعني ده هي شايفة نفسها قليلة فتمام، هتلاقي نفسِك كل الناس بتضحك عليكِ، في الآخر مش كل تعليق لازم يبقى حقيقة، ومش كل مقارنة لازم تكسرِك، خدي وقتِك وافتكري إنِّك بتكبري وبتتغيري كل يوم. آخر حابة أقول لِك خدي بالِك من تعليمِك، لبسِك، شعرِك، بشرتِك، جسمِك، تمرينِك، اختيارِك لصحابِك، لمّة العيلة عشان ممكن ما تلاقيهاش قدّام بعد الشر، كل دي الحاجات الأساسية اللي فعلًا ممكن تفتقديها قدّام. لكن باقي الحاجات هي رفاهية، هي لو مشيت من حياتِك عادي، وعلى فكرة برضه لو صحابِك مشيوا من حياتِك لو فعلًا ما كانوش كويسين برضه عادي، إحنا نقدر نعمل كل حاجة لوحدنا، بس عايزة أقول لِك حاجة عشان كده باقول لِك اختيارِك لصحابِك دي أكتر حاجة مهمة، مش أي واحدة كده تبقى صاحبتِك، بس كده. باي باي dollies.